بيستضيف محامي كهرباء الهارب، بيستضيف المحامي المجرم. صحيح صديقي اخويا اشرف عبد العزيز، لكن في النهايه بقى خصم. تمام، يستضيف بيعمل ايه بقى؟ عشان يتكلم عن وجهه نظر لاعب هارب. طب كويس. طب والنادي بقى اللي هو محكوم لصالحه، لا محكوم لصالحه، يعني نادي المجني عليه اجيبه؟ لا احنا الاعلام الجديد، احنا العزبه. بص يا كهربا، في مقدم طيار بالقوات المسلحه بنت انت وابوك واختك اعتديتوا عليها بالضرب، والموضوع في اسم مصر القديمه في الشقه الجديده اللي انت اشتريتها في منيل للروضه. حد كتب حاجه عن الحاجات دي؟ وايه بقى؟ دي مقدم طيار قوات مسلحه. حد اتكلم؟ لا، احنا الاعلام الفاسد. زيدوا عشان العقاب النهارده انتهت عقوبه كهربا وبدأ في عقابكم باذن الله. ان شاء الله هحط هاتريك النهارده على الكلام ده. شتوا من المعسكر. مصر كلها ترد. مصر الكلام اللي فات ده كله عشان ايه؟ الماتش ده اتعمل عشان ايه؟ انا مش خسران فنيا. انا مش خسران فنيا. عايز تقول ايه؟ الماتش عايز تقول انت قول. استبعدته ليه؟ انت اللي قول. لا انت حضرتك تقول ايه؟ انت حضرتك مدير فن انت حضرتك مدير فن انت يا ابراهيم جوه المطبخ، وانت اللي قايل يعني، وانت اللي شايف قدام عينك. عايز تقول ان هو مفوت المباراه؟ عايز تقول كده؟ ما قلتش الكلام ده. طب عايز تقول ايه طيب؟ مصر كلها اللي بتتكلم ده بشكل. طب حضرتك استبعدته ليه؟ عشان الكلام اللي مصر قالته؟ كان لازم هاني يبعد الفتره دي خالص. علشان خاطر هو مش مركز. عشان هو مركز ومش مركز وضرب الفتره الاخيره. كابتن طارق معلش، عشان احنا بنتكلم في نقطه حساسه علشان تبقى النقطه واضحه. هل حضرتك استبعدته لانه مش مركز فنيا؟ مش مركز ولا لشعور حضرتك انه الهاني مش معاك في التيم وهو ضدك في التيم عشان مش مركز فنيا؟ عشان نبقى واضحين، عشان هو مش مركز فنيا. طيب خليني اسال حضرتك سؤال تاني. اوبا، ده احنا نجيب لب وسوداني ونقعد بقى نتفرج. ما تهدوا يا عم، ما تخلي الخناقه دي بعد القمه. مفرج انت طارق العشري.